السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في درسنا النهارده هتعلم. درسنا النهارده حلو جدا لكل الناس اللي بتحب البرمجة او عايزة اي كتاب. موقع جديد اسمه المكتبة البرمجية. الموقع ده بتحمل عليه اي كتاب مجانا، زي مثلا برمجة المواقع، تعليم الفوتوشوب، تعليم التصميم اهوت، صيانة وبرمجة الموبايل. طبعا في ناس عايزة الكلام ده كتير. اللغة النموذجية، الكلام ده كله. طبعا برمجة المواقع دي اللي عليها اكتر طلب هي ولغة الجافا وصيانة الحاسوب طبعا. طب هتلاقوا لينك الموقع ده ان شاء الله اسفل الفيديو. في طبعا هندسة برمجيات. طب يا رجالة، انتوا عايزين كتاب، احنا مثلا ممكن نطلب هنا اطلب كتاب. تكتب اسم الكتاب، ولو تعرف اسم المؤلف اختار قسم الكتاب. ممكن تختار برمجة مواقع، اللغات دي كلها، الذكاء الاصطناعي. شوف انت عايز مثلا كتاب في ايه، اختار لغة الكتاب عربي او انجليش. مش جاي بتختار اللغة بتاعتك، واسم الكتاب لازم تكتبه نوع. تاني حاجة، عايز تبحث عن اسم الكتاب بتاعك، ممكن تبحث هنا. يقولك ادخل اسم الكتاب. مصمم الموقع ده من بغداد، ده مصمم الموقع بالشكل ده كده. عايز تسجل في الموقع، نعمل حساب جديد. طبعا لما نحمل كتاب مش لازم نسجل، انت ممكن تعمل حساب في الموقع. ماشي، هنرجع تاني للصفحة الرئيسية واوريكم ازاي نحمل كتاب. ماشي يا رجالة، اي كتاب بيعجبنا بندوس مثلا عايزين نحمل مثلا كتاب برمجة المواقع، ندوس عليه كده بالشكل ده. حجم الكتاب هو 1 ميجا بايت. فممكن واحد يقول لي طب ازاي انا هنحمل كتاب بالشكل ده؟ هنحمل كده الكتاب بالشكل ده. نستنى ثواني. انت ما عندكش داونلود مانجر يتحمل هنا اهو، عندها بيتحمل بالشكل ده، وندوس بدء التحميل. في ممكن لو واحد لما يشوف جوجل هيقول لك ده مش تحميل كتاب، اقول لك لا، هو النظام ماشي على اساس كده اهو. انا لسه محمل الكتاب بتاع الفوتوشوب. ماشي يا رجاله، بقول لك عنوان الدرس هما 9 دروس. الواجهه الرئيسيه، البدء مع الفوتوشوب، صندوق الادوات، اضافه انماط، الكلام ده كله. بتبدا هنا واحده واحده اهوت، فوتوشوب خطوه بخطوه. ماشي يا رجاله، طبعا اللي لسه محملينه برضه نشوفه كده، نفتح بالشاشه ندوس عليه فتح. هو حسب مكان التنزيل هينزل عندك. بنبدأ كده نشوف بالشكل ده، هو بيمرنا واحدة واحدة اهو. لاحظ ان الواجهة باللغة الانجليزية، ويقول لك ولو يمكن تحويل الواجهة للغة العربية بالضغط على كنترول كي. ماشي يا رجالة، ده التمرين. في طبعا في برمجة المواقع HTML بالشكل ده. اول حاجة بيقول لك مدخل لغة ال HTML. هنشوف واحدة واحدة برضو مع بعض. هو الكتاب دوت 40 درس، 40 درس أرض زوجي عن الكتاب اهوت. اول حاجة هنا بيعرفنا ايه هي اللغة، مميزات اللغة. ماشي. تاني حاجة هنا بيقولك بيعرفك ايه هي الأكواد، الكود، وسم الإغلاق ووسم البداية بالشكل ده لو حد عايز يتمرن HTML. ماشي يا رجالة، وكده يبقى ان شاء الله شرحنا خلص النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش الضغط على اشتراك زي اللايك، ومتنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.